آدم كان فاكر إنه وصل للنهاية، بس الحقيقة اللي جاي كان أغرب وأخطر من كل اللي فات. بعد ما مسح الكود اللي في الظرف، ظهر له موقع شكله بدائي ومريب، الخلفية سودة والكلام بالأحمر، وعد تنازلي مدته 60 ثانية. تحت العد التنازلي كان فيه سؤال: مستعد تبدأ من جديد ولا هتهرب زي كل مرة؟ وتحته زرين: انسحب، استمر. آدم ما استناش، ضغط استمر، واللي حصل بعدها ما كانش طبيعي. التليفون فصل، النور قطع فجأة، وصوت صفير عالي بدأ يرن في ودنه. فتح عينه، لقى نفسه في أوضة تانية مش اللي كان فيها من شوية. أوضة ضلمة فيها ترابيزة قديمة وفوقها صندوق خشب عليه نقش غريب. فتحه، لقى دفتر قديم مكتوب على الغلاف: مرحلة تين آدم. أول صفحة فيها صور ليه من طفولته، مدرسته، لحظات محدش يعرفها، كأن في كاميرا شغالة على حياته من سنين. تاني صفحة فيها خريطة، مش خريطة أماكن، خريطة قرارات. كل اختيار أخده في حياته كان متسجل، وكل سطر بيقوله ده مش صدفة، ده اختيارك بس تحت المراقبة. سمع صوت طالع من الحيطان: آدم، كل خطوة وصلت بيك لهنا إحنا كنا بنراقبها. أنت مش أول واحد يوصل للمرحلة دي، بس ممكن تكون الأخير. الحيطان اتفتحت فجأة، ممر طويل مرصوف بنقوش كأنها طلاسم. كل طابلية على الأرض كان مكتوب عليها اسم شخص ومعاها تاريخ وكلمة فشل. غير طابلية واحدة مكتوب عليها آدم قيد التجربة. آدم كمل، وصل لباب حديد عليه رقم 103. الباب فتح لوحده، دخل قاعة كبيرة، وفي النص كرسي وشاشة. الشاشة اشتغلت، ظهر شخص لابس قناع سواد، صوته مش واضح لكن بيقول: لو وصلت هنا يبقى اخترت تكمل، بس قبل ما تكمل لازم تجاوب. بعدها ظهر سؤال على الشاشة: لو قدرت تعيش حياة جديدة هتنسى أصحابك، أنت مين؟ تحت السؤال: نعم، لا. آدم وقف، قلبه بيدق بسرعة يفكر. لو ضغط نعم هيربح الحرية، لو ضغط لا هيرجع لحياته القديمة. ضغط نعم. فجأة النور الساطع الكاميرا اشتغلت، شاشة جديدة ظهرت: دايرة تبرر الناس، ذكروا تتمسك ثلث الثانية. وآخر حاجة شافها كانت صورته وهي بتتحول لكلمة. ومن يومها ما حدش شاف آدم تاني. بس في كل شارع فاضي بتظهر علامات جديدة، شنط سودة، سهام مرسومة، وظروف فيها رموز. والكل بيسأل: هل اللعبة لسه شغالة؟ وهل في آدم جديد ماشي دلوقتي ورا أول سهم؟ القصة لسه مخلصتش، دي كانت البداية بس. لو عايز تعرف النهاية دوس اشتراك وفعل الجرس، واستناني في الجزء الجاي.